مرة الشيخ حسان الله يحفظه قرأ الفاتحة سرا بصلاة المغرب، ونحن 20 طالب شريعة واقفين وراه وما أدركنا أنه عم يقرأ سرا. ليش؟ ما فينا مخ، لأنه عقلنا مو معنا، كل واحد مبحر بقرنه، كل المصلين هيك، تلاقي كل واحد عم يفكر بشغله، بنصلي على الإعازات، بيسلم الإمام منسلم، واقف منوقف، ما لقينا إلا واحد ساعاتي قال سبحان الله كلياتنا صحينا، شوفي. اي نعم، أدرك الشيخ بأنه اي نعم أنه عم يصلي، عم يقرأ المغرب، اي نعم قراءة سرية، فجهر رفع صوته، بس قرأ ما تصح به الصلاة اي نعم سرا، فآخر الصلاة بده يسجد للسهو. ليش؟ لأنه جهره واجب في صلاة الفجر وليالي العشاءين. ليش عشاءين؟ للتغليب، هو المغرب والعشاء، لكن للتغليب للعمرين، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، النيران اي نعم الشمس والقمر، مع أنه القمر مو نير، قمر مظلم اي نعم، لكن الحاقا له بالشمس النيران اي نعم، فللتغليب هي تجي. هون العشاءين بمعناتها المغرب والعشاء. ولو قضاء راح علينا اي نعم، نحن مسافرين، فلذلك ما صلينا المغرب، جينا بدنا نصلي نحن مجموعة من الأخوة، وقفنا نصلي، قدمنا إمام، الإمام بده يجهر صلاة المغرب بيجهر، ونصلي العشاء كذلك جهرا. والجمعة أيضا صلاة الجمعة جهر، الإمام بده يجهر بالصلاة. والعيدين، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. والتراويح أيضا صلاة التراويح بده يجهر فيها الإمام، فإذا قرأ سرا، نسي قرأ سرا، بده يسجد للسهو، والمأموم ملزم بسهو إمامه. الإمام نعم بسم الله الرحمن الرحيم، يا حبيبي شو الإمام؟ الحمد لله رب العالمين. وين شيخنا؟ شيخنا سبحان الله. اي نعم، قال حلو الشيخ شوفي لك، شو شوفي؟ هذا ظهر ها. اي نعم. مرة أحد طلاب معهد الفتح الإسلامي سنة خامسة نايم بالجامع، فيقوم مشان يصلي إمام، الشيخ ما إجا، لما فاق من النوم توضأ وإجا وقف صلى. بعد ما خلص صلاة قال لي صلينا الظهر ولا العصر؟ قلت له ما صحي صلاة لي؟ لا صحيت، لأني نويت فرض الوقت. شوف اي نعم، طالب الشريعة بيخلص حاله. واحد ضوع 500 ليرة قال إن شاء الله ما يلاقيها شيخ، بيلاقي لها فتوى بياكلها، لا بيعرف شلون يخلص حاله. قلنا له والله برافو عليك. وفيما بعد أوليي العشاءين، في صلاة المغرب الركعة الثالثة، بالعشاء الثالثة والرابعة القراءة فيها سرا. ونفل النهار، نفل النهار اي نعم، الإنسان بيصلي نافلة بالنهار ما في ايش رفع صوت. والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل، إذا عم تصلي قيام ليل بس بحيث إنه ما تفيق النايمين يعني، وإذا إنسان فايق يستأنس بصلاتك بقراءتك، هيدا صوته حلو. أما إذا صوته إي نعم كأنه في هوشة على الآن إي نعم عم يتخانق مع العالم، لا لا, لا خليه الصوت إي نعم بالنسبة له اقرأ سرا أحسن. في ناس إي نعم بيبقى صوتها جميل، يعني هلا في ناس بالليل مثلا بيحطوا لنا غنية، طيب أنت مطروب يا أخي، يعني بدينا عندي شغل، عندي نعم مسألة، عندي كذا، عندنا مريض، عندنا، فبالليل تلاقي حطوا لنا غنية، حطوا كذا اي نعم. فأحيانا بيلي أبو مرة قوم أنت حط شريط قرآن وعليه للأخير.